الحمد لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين. أهلا بكم شيخنا نستكمل سلسلتنا في أعمال القلوب، واليوم بإذن الله نتكلم عن موضوع التفكر، وقيل فيه أنه مفتاح الأنوار ومبدأ الإبصار وأداة العلوم والفهوم. بداية شيخنا حدثنا وعرف لنا التفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كما تفضلت فإن التفكر هي مكنة وخاصية اختص الله سبحانه وتعالى بها الإنسان في الكوائن، على الأقل الكائنات المكلفة الإنس والجن، بما أنها كائنات مكلفة تختص بالفكر. وربما يعني الكلام الذي ذكره العلامة ابن القيم عليه رحمة الله عندما قال: مبدأ كل علم النظر وعمل اختيار الخواطر والأفكار. فهي مقدمات للأعمال، الخواطر والأفكار مقدمات للأعمال. والإنسان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء همام وحارث، لأنها تنطبق على الإنسان. فالإنسان بطبعه مفكر وعامل. لو أردنا أن نعرف الإنسان يعني هذا التعريف قد يكون أقرب المناطق، كانوا يقولون كحيوان ناطق، عرفوا بأنه الحيوان ناطق. لكن لو قلنا بأنه الحيوان المفكر العامل لكان أولى. فالإنسان يختص بالتفكر ويختص بالعمل، همام كثير التفكر في أمره، وحارث يسعى إلى أن يحول هذه الأفكار وهذه الهموم إلى واقع، إلى عمل. وبالتالي موضوع التفكر له صلة مباشرة بهذا الإنسان، لكن وهي موجودة فيه كمكن الله سبحانه وتعالى وأوجدها في هذا الإنسان باعتبارها قوة وملكة موجودة لهذا الإنسان. لكن من الناس من يستخدم هذه الملكة ومنهم من لا يستخدمها، لأنه كثير من الملكات التي أودعها الله في داخلنا بعض الناس يستخدمها وبعض الناس لا يستخدمها، لكن هي هكذا. والله سبحانه وتعالى أورد هذه المفردة في كتابه 18 مرة، الفاء والكاف والراء، سواء فكر مرة واحدة، فكر وقدر، و17 مرة بصيغة المضارع، يتفكرون تتفكرون، يتفكروا فلا يتفكروا. فوردت بهذا الشكل، وبالتالي هذه المفردة لها وجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن المسلم والمؤمن مكلف بأن يتعرف على هذه المفردة حتى يستطيع أن يحولها إلى عمل وواقع. هذا يحولها إلى عمل وواقع، وهذا هو تأويل القرآن. تأويل القرآن لما عائشة رضي الله عنها كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن عندما قال الله له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. فكان تأويل القرآن تحويله إلى إيه؟ إلى واقع عملي، إلى واقع عملي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة كانت تقول: كان خلقه القرآن، لأنه أكبر مؤول للقرآن. أكبر مؤول بمعنى يحول الآيات المقروءة إلى واقع إيه؟ إلى واقع عملي، يترجمها إلى أعمال، يترجمها إلى أعمال. فيبقى بعد ذلك السؤال: ما هو الفكر أو ما هو التفكر الذي دائما يكرره القرآن الكريم؟ أفلا يتفكرون، لعلهم يتفكرون، فكر وقدر. فما هو هذا الأمر؟ عند اللغويين موضوع التفكر هو إعمال العقل والنظر والخاطر في أمر ما. لما الإنسان يشغله شيء ويبدأ يفكر فيه من كل النواحي،
إيجابياته، سلبياته، حقيقته، مآله، مصيبة من المصايب يفكر في كيف يخرج منها. على كل إنسان كل ما شغل نفسه وأعمل عقله وأعمل قلبه في قضية ما فإنه متفكر. هو إيه؟ متفكر. هذه حقيقة إيه؟ حقيقة الفكر. وبالتالي الجانب الاصطلاحي هنا القرآن الكريم لا يبعد عن هذا الجانب. يعني معظم الآيات التي وردت في القرآن تخاطبنا بهذا الجانب، أن نعمل النظر ونعمل الخاطر ونعمل القلب ونعمل العقل في قضية من القضايا. سنأتي إن شاء الله هذه القضايا التي أمر الشارع أن نتفكر فيها. بالنسبة للجانب الاصطلاحي أيضا ليس بعيد عن هذا الموضوع. فعند الاصطلاح تعني عملية عقلية وقلبية. التفكر هو عملية عقلية وقلبية، لأن هنالك طبعا كما سيأتي إن شاء الله في كثير من الآيات القرآنية هنالك تعقل وهنالك تفكر وهنالك تدبر وهنالك تذكر وهنالك تفقه. هذه معاني كلها كمفردات موجودة، وكل واحدة لها معنى خاص بها. لها معنى خاص. تفكر، تذكر، تدبر، تفقه، هذه كلها في القرآن الكريم. أفلا يتفكرون لعلهم يفقهون، أفلا يتدبرون. ستلاحظ سبحان الله كل مفردة من هذه قد تلتقي مع المفردة الأخرى وتتقاطع معها، لكن لها خاصية إيه؟ من الخاص. فبالنسبة للتفكر هي حالة عقل وقلب في آن واحد، فهي حالة ذهنية وحالة وجدانية. ليست حالة ذهنية فقط، ولكن حالة وجدانية وذهنية تسعى للوصول من خلال الظواهر إلى الحقائق، تسعى من خلال التأمل والانشغال بالظواهر، ليس للوقوف عندها. الوقوف عندها لا يعتبر تفكر. لما بعدها يعني ماذا بعد هذه ماذا بعد هذه الظواهر؟ فأنت تبحث عن حقائقها. وهنا بمعنى آخر يمكن أن نقول التفكر أقرب إلى التفلسف. فالفلاسفة مثلا يبحثون عن ما وراء الظواهر، وراء الحقيقة زي ما نعم. ونحن طبعا بهذه المناسبة اليوم نحن طبعا مرت بنا ظاهرة كونية، وهي مسألة الكسوف. الوقوف عند ظاهرها هو إنه والله يكون هنالك حيلولة بين الشمس بين أن تقع الشمس بين القمر والأرض، فيحصل نوع من انحباس لبعض الشمس فلا نراها. هذه الظاهرة. القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته أراد كل هذه الظواهر التي يقف عندها الفيزيائي أو يقف عندها العالم الذي يهتم بالفلك الفلكي، معني بالظاهرة في شكلها، لكن ماذا وراء ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لقوله تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل اللي هي القمر وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن الله عز وجل أراد أن يقول لك لا تقف عند ظاهرة الكسوف كظاهرة فقط، يعني في إنه والله انحباس ما انحباس، لا، ماذا وراء ذلك؟ مباشرة يبنى عليها عمل. فأول شيء هي آية، والآية هي العلامة، والعلامة هي ما يدلنا على شيء ما. فالله عز وجل يجعل هذه الآيات كلها دالة عليه. لاحظ، فالآية لا نقف عندها ولا نقف عند تفسيرها الظاهري في إنه والله تسأل الفلكي يقول لك هي كذا وستقع في الساعة الفلانية. ليست هذه القضية. هذه الآيات تدلنا على شيء ما. نلجأ نحن المسلمين مثلا إلى أن نصلي مباشرة، فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهو رب هذه الآيات. رب هذه الآيات. فمثل هذه الآن حالة تجعل بعد ذلك الإنسان غير التقليدي أو المتفكر ينظر ما وراء هذه الآية من آيات الله، أن هذه الآيات تعمل ضمن قانون. هذه القوانين لها خالق، هذا الخالق جعل هذه القوانين مضطردة وتجعلها مستمرة. هذه القوانين لو حصل فيها أي اختلال ربما يختل ميزان الكون كله. فتبدأ بعد ذلك في النظر في ما وراء هذه الآيات. فموضوع التفكر هو عملية عقلية ذهنية
تجعل الإنسان لا يقف عند ظواهرها عند الظواهر، ولكن يبحث عن الحقائق. وأعظم حق يبحث عنه المسلم في كل حركته في التفكر هو الحق جل جلاله، هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، والتعرف على آلائه، والتعرف على أسمائه، والتعرف على صفاته، والتعرف على ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منا في هذه الحياة. إذا نحن كل هذه الآيات هي علامات، سواء كانت آيات شرعية أو كانت آيات كونية، تدلنا على شيء واحد وهو الله جل جلاله. دي باختصار في موضوع التفكر من حيث التعريف. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ننتقل إلى جزئية التفكر. نعم. فين ممكن نوردها يعني تحت إنه يكون مستحب مثلا أو يكون واجب من الناحية هذه يعني؟ أصل التفكر في حده الأدنى واجب. في حده الأدنى. التفكر في حده الأدنى واجب. يعني هنالك قد تكون مساحات من التفكر يكون فيها الإنسان مستحب، لكن التفكر في أمر الآخرة والتفكر فيما يجب من أمر الدنيا هذا طبعا واجب. هنالك يعني الشخص الذي في دنياه لا يفكر في معاشه ولا يفكر فيما يصلح نفسه وأهله وأولاده وذريته وقومه وأمته، هذه في شؤونها الدنيا. هنالك أمور تصلح بها دنياهم يجب عليه أن يفكر فيها. هنالك أمور أيضا أخرى تتعلق بالآخرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يتفكرون في الدنيا والآخرة. فالتفكر مطلوب أن الإنسان يفكر في دنياه ويفكر في آخرته. طبعا من الأخطاء أحيانا بعض الناس يقول لك لا تفكر في دنياك، فكر في آخرتك. هذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في الدنيا والآخرة، ساعة وساعة نفكر في كليهما، وهذه لها واجبات وهذه لها أيضا لها واجبات. فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا التفكر، لكن سبحان الله السياقات التي وردت في القرآن الكريم لتؤكد لنا هذا المعنى ليس الصيغة واحدة، ليس الصيغة افعلوا، جاء الصيغة إنه الإنسان يفعل. لكن الله سبحانه وتعالى مثلا يسرد لنا قصص في القرآن الكريم، ويريد منا جل جلاله أن نتدبر في هذه القصص ونتفكر فيها ونتعقبها وننظر إليها. ذلك مثلا كما ورد في قوله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. في نهاية الآيات الله سبحانه وتعالى في قصة هذا الرجل قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالله عز وجل يقص علينا القصص. هذه الصيغة الآن ليه؟ إنه والله خمس القرآن قصص، والقصص ماضية. إيش ما الداعي لإيرادها؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة في إيرادها؟ الله عز وجل يقول اعتبروا يا أولي الأبصار، تفكروا فيها، انظروا ما فيها من إيجابيات، انظروا كيف أهلك الله السابقين، انظروا كيف نجا الناجون من السابقين. فكل هذه القصص صيغة من الصيغ على كل أوردها القرآن لأن تتفكر. الصيغة الثانية أورد لنا أمثال. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فضرب الأمثال مقصود منه التفكر. ما يعني الله سبحانه وتعالى لا يضرب الأمثال عبثا، ويضرب الأمثال ويقول ما يعقلها إلا العالمون، يعني معناها الذين يدركون تفاصيلها ويدركون معناها ويدركون يعوا معانيها. فإذا عندنا القصص وعندنا الأمثال. ثالثا عندنا الثناء على من يتفكر. الله سبحانه وتعالى قال يتفكرون في خلق السماوات، أثنى على هؤلاء إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أثنى عليهم. فإذا أثنى الله سبحانه وتعالى على أمر فاعلم أنه إما واجب أو مستحب. لا يثني الله سبحانه وتعالى على أمر ممنوع ومحظور، يثني على ما هو مطلوب من المكلف. أيضا الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم قال ولعلهم يتفكرون. إذن الله سبحانه وتعالى بعدة طرق سواء بالثناء عليهم أو بالأمر المباشر. أفلا يتفكرون؟ أحيانا بصيغة الاستنكار، أحيانا بصيغة إن والله تفكروا،
الإنسان مأمور بالتفكر. كل هذه الآيات وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن موضوع التفكر هنالك تفكر واجب وهنالك تفكر مستحب. تفكر مستحب. فمثلا التفكر في أصل ما يدلني على التوحيد من خلق السماوات والأرض، هذا النوع من التفكر الذي أدخل به على عتبة الإسلام، هذا تفكر واجب. الأشياء الجوهرية الجوهر. التفكر الذي أرتقي فيه إلى معاني اليقين والإحسان ومعاني التدبر وزيادة الإيمان، هذا قد يكون يكون من المستحبات ويكون إن شاء الله من الأشياء التي، لكن أصل التفكر هو واجب. في أدنى حالاته واجب. في أدنى حالاته واجب، نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قبل ما ننتقل إلى أنواع التفكر، خلينا نربط شيخنا التفكر بأعمال القلوب. نعم. أنا ذكرت بأن التفكر في التعريف الاصطلاحي هي عملية ذهنية ووجدانية، مش كده؟ ذهنية، عملية عقلية وقلبية. قلبية وعقلية أو ذهنية وجدانية. طيب الجانب الوجداني هذا جانب قلبي بحت. الجانب الذهني هذا عقلي. أحيانا الجانب العقلي قد يورث شيء وجداني وقد لا يورث، يعني كثير من العقلاء لا يجدون الجانب الوجداني، لاحظت كثير من العقلاء لا يجدون الجانب. لكن الجانب القلبي أيضا قد يكون بعض الناس الوجدانيات تدلهم على بعض الجوانب العقلية. فعلى كل، لما قال ابن القيم عليه رحمة الله مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار، مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار. فالبدايات تبدأ في شكل خواطر وشنو؟ خواطر وأفكار. لاحظ الآن نبدأ من الذهن، نبدأ من العقل، مش كده؟ صحيح. تبدأ خواطر، تبدأ أفكار. يقول هذه الأفكار وهذه الخواطر إذا تبلورت في شكل تصورات، هذه مرحلة ثانية، انتقل. لازم نحن في العملية الذهنية العقلية. طيب تأتي المرحلة الثالثة، كيف تتحول هذه الأفكار والخواطر والتصورات إلى عزائم وإرادات. هنا تتحول إلى القلب، تتحول إلى القلب. فالشاهد هنا نلاحظ بأن هنالك عملية ربط ما بين العقل والقلب في قضية التفكر، لكن للجانب القلبي في التفكر مساحة. فكلما قوي العزم وقويت الإرادة، كلما قوي العزم وقويت الإرادة ازدادت الأعمال بعد ذلك. هي صحيح بدأت ذهنية عقلية، ثم بعد ذلك تتحول هذه الأمور إلى تحول هذه الأمور. لذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول أصل كل خير وشر هو التفكر. لماذا؟ لأنه إما أن تتفكر في الخير فتنتج عملا إيجابيا، همام وحارس، مش كده؟ صحيح. همه من كان في الخير سينتج خيرا، حرثه سيكون خيرا. من يتفكر في الجوانب الشريرة سينتج شر، سينتج شر. ولذلك العلامة علي عزت بيقوفيتش لما كان يقول إن البعد الجواني في الإنسان هو الذي يجب أن نحرص عليه. البعد البراني يقول ما هو إلا انعكاس. يقول لو أن أمة من الناس أرادت والله بقوة الشرطة وقوة الجيش وتفرض على الناس خيارات معينة، يقول لا تستطيع. لكن يمكن أن تعمل وزارة التربية والتعليم من خلال مناهج معينة، فالشعب كله يتجه إلى بمحض إرادته إلى ما تريده السلطة عن طريق البعد الجواني. لذلك القرآن الكريم حرص على هذا البعد، يعني جعلنا دوما يعلمنا القرآن بأن والله قل هو من عند أنفسكم، انظر إلى الدواخل، انظر إلى القلوب، إذا صلح. فدائما البعد الجواني في الإنسان هو الذي إن شاء الله سيكون. وبالتالي هنالك بلا شك عملية ربط ما بين أعمال القلوب في التفكر وانعكاسات هذه على. ويمكن أيضا من جانب آخر هنالك بعدان في التفكر، بعد البصر وبعد البصيرة. بعد البصر جانب خارجي والبصيرة جانب داخلي. فكلما قويت البصيرة كلما عكس ذلك على سلوك الإنسان، وكلما قوي البصر في تأمله وتدبره ونظره وتبصره انعكس ذلك على البصيرة بطريقة أيضا أو أخرى، خاصة لمن يبحث عن المعاني. بارك الله فيك شيخنا. خلينا نتكلم شيخنا عن أنواع التفكر والمجالات. نعم. التفكر يمكن أن ينظر إليه بعدة اعتبارات، يعني ينظر إليه بعدة اعتبارات. لو نظرنا إلى أنه النظر من حيث الدنيا والآخرة
فهنالك 4 مجالات أو 4 أنواع إذا نظرنا إلى دنيا وآخرة. فمثلا ابن القيم عليه رحمة الله يقول بأنه والله كل ما يتعلق بالمعاد 4 أقسام، وما يتعلق بالدنيا 4 أقسام موزع. ده إذا نظرنا إليه بدنيا وآخرة. وإذا نظرنا إليه بنوع البصر والبصيرة قسمين. لاحظت؟ نوع تفكر بصري، هذا نوع أسميه النوع البصري، تفكر في الآفاق، تفكر في القوانين، تفكر في السنن، هذا بعد بصري. بعد البصيرة هو تحويل هذه الظواهر كما ذكرت إلى التحول من المعلوم إلى المجهول، التحول من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. هذا طبعا لا يحسنها كل إنسان، إنما يحسنها أهل الإيمان الذين يربطون ما بين النظر الكوني والآية القرآنية. فالله عز وجل مثلا يقول بالنسبة للكفار، يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة. لاحظ هنا تجد متضخمين جدا في العلم الدنيوي وظواهر العلوم، ولكن صفريون كما يقول صفريين في الأشياء الجوانية، الجوانية، الجانب اللي هو العلم بالآخرة، العلم بالغيب. فنحن يمكن أن نقول بأنه والله ينقسم باعتبار النظر والبصيرة إلى مشاهدات وغيبيات، أي بصر وبصيرة، ويمكن أن نقول بأنه والله على مساحات التي يعمل فيها هي دنيا وآخرة، يتفكرون في الدنيا والآخرة. فيقول ابن القيم عليه رحمة الله فيما يتعلق بالمعاد، يقول ينظر إلى مصالح المعاد وينظر إلى وسائلها، ما هي القضايا المطلوبة مني في الآخرة، يتفكر في ذلك، ما الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ماذا يريد مني. طيب هذه غايات مش كده، ما هي وسائل هذه الغايات؟ الله عز وجل يريد مني أن أتقيه، يريد مني أن كذا، يريد مني أن أدخل الجنة، يريد أن يرضى الله سبحانه وتعالى عني، يريد مني أن أكون مستخلفا في الأرض ممكنا فيها. كيف توصل الأشياء هذه؟ هذه كلها لا بد من وسائلها. طيب والله عز وجل حذرني من مفاسد الآخرة مش كده، النار وما يستتبعه هذه مفسدة، والجنة مصلحة. طيب فعندي مفاسد الآخرة وعندي مصالح الآخرة، عندي وسائل المصالح للآخرة وعندي وسائل المصالح لإيه؟ عندي مفاسد الآخرة ووسائل المفاسد للآخرة. إذن دي 4. هذا في المعاد. في الدنيا بنفس الطريقة، مصالح الدنيا ومفاسد الدنيا، مصالح الدنيا ووسائلها، ومفاسد الدنيا ووسائلها. الوسائل المصالح تؤتى ويجب أن تحرص عليها وتسعى إليها وتعمل على أن تجهد نفسك فيها، والمفاسد تجتنبها. ففي الآخرة هنالك مفاسد تجتنب، فاجتناب الكفر والاستكبار في الأرض والإفساد والطغيان والإشراك بالله سبحانه وتعالى، هذه كلها مفاسد آخرة. صحيح. تجتنب هذه الأمور. أيضا في الدنيا عندنا مصالح متعلقة بأبداننا، مصالح متعلقة بعقولنا، مصالح متعلقة بأسرنا، مصالح متعلقة بمجتمعاتنا، مصالح متعلقة بدولنا، ليس مصالح متعلقة بالإنسانية ككل. هذه المصالح بعد أن تحدد ستصل تلقائيا إلى إيه؟ كل ما هو مطلوب شرعا حددت له وسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. فالوسائل إلى الواجبات واجبة، والوسائل إلى المستحبات مستحبة، والوسائل إلى المباحات مباحة. كذلك المحرمات، والوسائل إلى المحرمات محرمة، والوسائل إلى المكروهات مكروهة، وهكذا. فأنت الآن عندك هذه أقسام كبرى على كل، مصالح الدنيا ومفاسد الدنيا، مصالح الآخرة ومفاسد الآخرة، ووسائل كل منهما. هذه من حيث النظرة الكلية فيما يتعلق بالأقسام وأنواع هذه الأقسام. أيضا فيما يتعلق بالمجالات، هذه إجمالا أنا ذكرت الآن إجمالا. أول مجال يمكن أن يتفكر فيه الإنسان هو مجال الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه سبحان الله، شوف طريقة القرآن الكريم في ربط الظواهر بالآيات والآيات بالحق. وأنا طبعا فلسفة عميقة جدا في قضية أنه أعظم ما يسعى إليه القرآن هو فلسفة الحقائق.
كيف يرسخ فيك الحقائق الغيبية وحقائق الطبيعة وحقائق الإنسان. الثلاث حقائق هذه كلها القرآن يجليها تجليات كبيرة جدا. طبعا بالنسبة للذين ينحون الغيب عن ساحة الحقائق يظلون يبحثون عن الحقائق في الإنسان وفي الطبيعة، وتبقى عندهم مساحات فراغات كبيرة جدا في هذا الجانب، وبالتالي التفكر الذي يسعون فيه تفكرا ناقصا. لماذا؟ لأن هنالك حلقات يصعب الإجابة عليها إلا من الخالق، لأن الله عز وجل يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فكأنما يقول لك والله لا تستطيع أن تصل إلى بدايات خلق الإنسان والنقطة التي انطلق منها ولا بدايات خلق الكون إلا بأن تهتدي بإيه؟ بالوحي الإيماني، بالوحي الذي هو نقطة الربط الذي يربط في سلسلة الاكتشافات فيسد الفراغات التي لا يمكن الوصول إليه. إذن أعظم مجال من مجالات التفكر هو الآفاق. فالله عز وجل مثلا هنا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لأولي الألباب، الآيات لقوم يعقلون، الآيات لقوم يعقلون. لاحظ أنت هذه السلسلة من المجموعات اللي لها علاقة بالطبيعة، لها علاقة بالكون. ثم الآية الثانية في أواخر أيضا آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات لأولي الألباب. إذن موضوع التفكر في الآلاء، التفكر في الآفاق وفي الطبيعة وفي خلق السماوات والأرض، وهذا الجانب الأول النفس ما جينا لسه. نحن الآن مع إيه؟ هذا مجال الخلق، مجال سنريهم آياتنا في الآفاق. إذن الله عز وجل يقول لك والله عندي الآفاق ساحة للتفكر وساحة للوصول إلى الحقائق. قل سيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف بدأ الخلق، تفكر وتحرك واكتشف وأبحث. انظر القرآن الكريم يولد هذه الحاسة، هذه للأسف الشديد التي ربما كثير من الاتجاهات نتيجة سوء يعني سوء تقدير أو سوء ربط على كل ما بين العقل والنقل والتفكر. أبعد الناس عن قضية التفكر، أبعد الناس عن قضية التعقل، أبعد الناس عن قضية التفقه، فتجد المسألة يعني فيها نوع من الضمور. لكن انظر إلى القرآن الكريم، عندما تعود إلى القرآن الكريم الله عز وجل يحركك نحو إيه؟ نحو هذه الآفاق. هذا مجال من المجالات. المجال الثاني هو مجال الأنفس. نعم. بارك الله فيك شيخنا. نستكمل الحديث إن شاء الله شيخنا عن الجزئية هذه بعد فاصل قصير بإذن الله، انتظرونا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة السلام. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية:
للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات، والإبداعات. عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل. خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم، ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا. ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي الحمد لله وكفى، ثم الصلاة على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم من جديد، حياكم الله وبياكم. شيخنا حياكم الله من جديد. شيخنا حياكم الله. أهلا وسهلا. نستكمل الحديث شيخنا عن ما توقفنا به قبل الفاصل، وكنا قد تحدثنا عن المجالات، وبالتحديد توقفنا في مجال النفس. نعم. ذكرنا المجال الأول هو مجال الآفاق، ومن سماوات، من أراضين، من حركة الرياح، من قوانين الطبيعة إلى غير ذلك. حقيقة هذا المجال طبعا مجال واسع، وللأسف الشديد تخلف فيه المسلمون وتقدم فيه غيرهم، وبالتالي أيضا استطاعوا من يسيطر على أو من يستطيع أن يتعرف على قوانين الطبيعة يعمل على تسخيرها. والله عز وجل سخر لنا السماوات والأرض جميعا منه حتى يستطيع هذا الإنسان أن يقوم بواجب التكليف وواجب الإعمار في الأرض. وبالتالي من تخلف في جوانب معرفة هذه النظم وهذه القوانين بطبيعة الحال سيتخلف. هذا مجال على كل حد الله سبحانه وحث فيه أن يتحرك الناس في هذا المجال. المجال الثاني هو مجال الأنفس. الله عز وجل يقول: أولم يتفكروا في أنفسهم، ويقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ويقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا المجال أيضا من المجالات الواسعة جدا يحتاج فيها الإنسان أن يتفكر وأن يتدبر أمره حتى يستطيع إن شاء الله أن يكون من أهل التفكر في الأنفس. سبحان الله، لو الإنسان شغل نفسه، أهل التصوف يقولون: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه حقيقة المعرفة عرف نفسه بضعفها، وعرف نفسه بحاجتها، وعرف نفسه بعجلتها وتعجلها، وعرف نفسه بفقرها والحاجة إلى من يسندها، عرف أنه بحاجة إلى القوي العزيز المتين الكبير المتعال، وهكذا. لكن هنا أيضا جانب آخر، وهو التعرف الذي ربما يساعد الإنسان. تفكر في خلق نفسك، كيف بدأ الإنسان نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يتخلق داخل هذا الرحم. كل هذه تساؤلات. مهمة الإنسان أنه والله أفرأيتم ما تمنون. المهمة التي يقوم بها الإنسان هي علاقة بين رجل وامرأة، يضع الرجل منيه في رحم المرأة، لكن كل العمليات بعد ذلك لا دخل لك فيها، وحتى ما قبلها لا دخل لك فيها. من يخلق الكائن المنوي نفسه لست أنت، يعني أنت عملية شيء غيبي، كلها عمليات يجريها الله سبحانه الخالق المبدع. فسبحان الله، التفكر في هذا الجانب في لحظة الخلق الأولى، ثم لحظة الإعداد ولحظة الإمداد الداخلي، وهذه الرعاية وهذه العناية، ثم بعد ذلك تخرج إلى الحياة، فيجعل الله لك سبحانه وتعالى مجال فسيح في هذه الأرض،
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ثم يكلفك تكاليف. كل ذلك يجعل الإنسان ينظر في نفسه. هذه النفس كلما تدبرت فيها دلتك على الله. فيها من الآيات ما يعجز عنه الإنسان. البحث في الخلايا، البحث في الجينات، البحث في الخصائص، فقط عضلة القلب وما تعمله لسنوات طويلة جدا. كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى إنسان بتعطيل جزء من هذا الجسد المتكامل، كيف يحصل لهذا الإنسان تعطيل جزئي أو كلي. إذا عطل الكبد مثلا في إنسان، إذا عطل الكلية في الإنسان، إذا عطل القلب في الإنسان، عطل العين في الإنسان، هذه كلها سبحان الله من الأشياء التي ينبغي أن يتدبر فيها الإنسان بطبيعة الحال. وفي أنفسكم أولم يتفكروا في أنفسهم. المجال الثالث هو مجال النعم. كأنما يمكن النعم هذه أن تتبعها في النفس وفي الآفاق، لكن لو أفردتها أيضا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم من نعم أنعم الله بها على الإنسان. أنعم على الإنسان بنعمة الإيجاد والخلق، وأنعم على الإنسان بنعمة الإعداد والتجهيز والتصوير والخلق والإبداع، وأنعم عليه بنعمة الإمداد، أنه هو الذي يمده من لحظة وجوده في الرحم إلى أن يخرج إلى الحياة. ثم أيضا الإمداد الجانب الآخر اللي هو الجانب الروحي، الجانب اللي هو جانب التوجيه، أن الله سبحانه وتعالى أمدنا بآياته القرآنية لتكون هدايات ودلالات في هذا الكون، أمدنا بالخلق لتدلنا عليه جل جلاله. فقضية النعم الوفيرة في هذا الإنسان، الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الشم، نعمة اللمس، نعمة التفكر، نعمة التعقل، نعمة التفقه، هذه كلها نعم، وأنت أحيانا الناس لا تنتبه إلى هذا الموضوع. فالتفكر في نعم الله أيضا من الأشياء المهمة جدا في هذا الجانب. أيضا من أنواع التفكر في الدنيا والآخرة بسعتها التي ذكرناها بالعموم. التفكر في كل ما يجلب خيرات الدنيا وكل ما يجنبنا مفاسد الدنيا، والتفكر في المصير. هذه سبحان الله الصحابة رضوان الله كانت تشغل باله. تفكر في الآخرة، يعني ما الذي سينتظر هذا الإنسان؟ سبحان الله، من قل تفكره في الآخرة وركز تفكره في الدنيا، صحيح قد ينجز في دنياه لكنه قد يخسر الآخرة. وبالتالي الإنسان مطالب أن يتفكر في دنياه بقدر ما تعينه على آخرته، بقدر ما تعينه على، لا نقول لا تتفكر فيها، لكن ليست بما تشغلك عن الله ولا بما تشغلك عن الآخرة، بل بما تساعدك على أن تكون فعلا سباق في ميدان ميدان الآخرة. وهذا ميدان واسع. التفكر في الجنان، التفكر في النيران، التفكر في الصراط، التفكر في الحشر، التفكر في الموقف، التفكر في الميزان ونصبه، التفكر في الحساب، التفكر في الكتاب، تؤتى كتابك بيمينك. هذه مساحة واسعة جدا من التفكر في الدنيا والآخرة. أيضا من مجالات التفكر في القرآن الكريم. طبعا هنا سأتي إن شاء الله إلى هذا الجانب ربما إذا أتيحت لنا فرصة. كيف القرآن أحيانا النظر فيه يعتبره تدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ ويخص التفكر بالمجال المنظور، فيجعل التفكر في آيات الله الشرعية تدبرا، والتفكر في آيات الله الكونية تدبرا، هنا تفكرا، فيجعل تفكر وتدبر. لكن أحيانا نفس التفكر في القرآن يجعله أيضا ولعلهم يتفكرون، الآية اللي ذكرناها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كأنما الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكر، هذا القرآن، هذا الوحي أنزلناه إليك لتبين للناس ما نزل إليهم. ففي مجال نأخذ فيه البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك مجال نتفكر فيه. والله عز وجل قصد الأمرين معا، أراد الأمرين معا في هذه الآية، لتبين لهم ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهمته البيان. طيب، هنالك مستجدات تحتاج أيضا إلى النظر من خلال الاعتبار واستخراج الأحكام، ولعلهم يتفكرون. هي قضية الاجتهاد، فنحن الاجتهاد والقياس وما شابه ذلك القائلين به طبعا. فهذا مجال واسع أيضا
التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله نحن محتاجين إلى هذا المجال بشكل كبير، لأنه كلما تدبرت في آيات الله سبحانه وتعالى أيضا قوت عزيمتك فيه. أيضا ونحن نتفكر في هذه المجالات، نتفكر في الآفاق ونتفكر في الأنفس ونتفكر في الخلق وفي الآيات الشرعية، ونتفكر في النعم ونتفكر في الدنيا والآخرة. هذه المجالات كلها لا بد أن يكون هناك خط أحمر، ما يمكن أن نسميه بمحظورات التفكر. محظورات التفكر يعني مثلا، وهذه ميزة بين التفكر المشروع والتفكر الممنوع. بعض الناس يريد أن يتفكر في ذات الله تبارك وتعالى، يريد أن يكيفه، يريد أن يصفه، يريد أن يشبهه. هذا النمط من أنماط التفكير طبعا خط أحمر. أن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كذلك؟ ويقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيوه، هو السميع البصير. والله عز وجل يقول وننشئكم فيما لا تعلمون. لاحظا، وننشئكم فيما لا تعلمون. فكأنه يقول لك والله يا أخي في مساحات لا تستطيعون أن تتعرفون عليه، لا تستطيعون تعرف، يعني هي مما اختص الله به نفسه. فمثلا متى الساعة لا نعرفها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، مش كده؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الكليات الغيبية التي على الإنسان أن لا يشغل نفسه بها، ولكن يعمل لها ويستعد لها ويجتهد لها. ماذا أعددت لها؟ لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ فهذه الأمور التي نحن نقول لك توقف عندها، اعمل لها. فنحن عندما نقول لا تتفكر في الله لكن تفكر في آلائه وخلقه الذي تدلك عليه، لأنك لا تستطيع مهما تفكرت، عقلك القاصر لا يستوعب الذات الإلهية كحقيقة موجودة. يعني هذه جزئية على كل أيضا تحتاج، وربما هذا هو الفارق بين التفكر الذي لا ينضبط بضوابط الشريعة وبين التفكر المنضبط بضوابط الشريعة. فيسرح العقل والتفكير في المساحات التي قيل له اسرح فيها واجتهد فيها واسعى فيها، ويتوقف عن المساحات التي قيل له فيها توقف، ليس هذا مجالك ولا تستطيع أن تعبر هذا الخط الأحمر كما يقال. نعم. بارك الله فيك شيخنا. ما بعد التفكر كيف ممكن أن يحصل الشخص الفوائد؟ نعم، هو كل سبحان الله كل عامل وكل مجتهد له نصيب من عمله وله نصيب من اجتهاده. ولكن قلنا التفكر مكنة والتفكر عملية والتفكر قوة. بعض الناس معطلها طبيعة الحال، يعني هي موجودة عند كل إنسان، موجودة عند كل إنسان، وهيأ الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يكون هماما يهم بطبيعة الحال، إما هم في الخير وإما هم في الشر. بعض الناس همه في الشر وبعض الناس همه والعياذ بالله في مجال الخير. على كل هنالك جملة من الثمرات وجملة من الفوائد وجملة من المصالح التي يجنيها الإنسان من عملية التفكر. أول جانب نحن نسعى إليه إن شاء الله من خلال برامجنا جميعا هو كيف نجعل كل هذه الأمور التي نتكلم فيها من تفكر من غيرها، كيف نجعلها دالة على الله، كيف نجعلها دالة على الله. أي هذا التفكر من ثمرته أنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن الجانب الأول هو معرفة وجود الله سبحانه وتعالى ومعرفة آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق، والتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى من خلال هذا التفكر. لأنه سبحان الله الذي يتفكر مثلا، الذي يتفكر فقط في مجرة من المجرات ليس كمن أصلا ما فكر في السماوات في الأساس وليس أيضا من فكر مثلا من خلال معلومات بسيطة كمن تعمق في هذا المجال، وليس من تلقاه شفاهة كمن استطاع أيضا أن يدخل إلى هذا المجال اللي الآن توسعت فيه نتيجة الاكتشافات، توسعت العلم، عالم الفلك هذا توسع غير طبيعي. فصارت الناس تتكلم عن المجرات وعن عمر المجرات وعن مليارات المجرات، وأنت لازلت تجهل هذه الحقائق. فنحن كلما تعمق الإنسان وتفكر دله ذلك للأسف الشديد. طبعا بعض الناس يستخدمون ذلك في البعد عن الله،
لكن الصواب أن تبعث فيك الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما علم الإنسان بهذه الحقائق خشي الله وخاف من الله وأحب الله. هذه ثمرة التفكر الأولى، أنه كيف تستطيع بتفكرك أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، كيف تزيد الإيمان واليقين في نفسك. نحن ذكرنا بأن الإيمان يزيد، وذكرنا بأن اليقين أيضا يزيد. اليقين عندنا يقين العين، مش كده؟ وعندنا اللي هو يقين العلم ويقين العين ويقين الحق. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه المستويات كلها تزيد عمليات اليقين. فمثلا إبراهيم عليه السلام كان على يقين أولي، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ابتداء. يستحيل أن نقول أن إبراهيم لا يعلم ذلك، يعلم ذلك، فهو خليل الرحمن. لكن قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فهو يريد هنا حالة تفكر مستمرة، حالة بحث فقهية. أرني كيف تحيي. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ كيف أن التفكر يورث الاطمئنان، ربطها بالعمل القلبي على طول مباشرة، يورث الاطمئنان ويورث اليقين. موسى عليه السلام أيضا قال ربي أرني أنظر إليك. موسى كليم الله، وبدأت معه العملية بالكلام أصلا في 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 في, في الوادي المقدس طوى. الله عز وجل خاطبه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وفي مسيرته الطويلة يقول ربي أرني أنظر إليك. أنا طبعا سبحان الله بني إسرائيل بشكل عام في مجملهم كان عندهم مشكلة الحالة المادية والتشخيص، فيريدون حالة مشخصة، شيء مرئي أمامهم. أرني أنظر إليك. فالله عز وجل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فسبحان الله زيادة الإيمان، زيادة اليقين، زيادة القرب من الله سبحانه وتعالى تكون أيضا بهذا النوع من التفكر. الثمرة الثالثة أيضا من ثمار التفكر هي طريق للانتفاع بمعرفة السنن. أنا ذكرت بأن الكفار الآن صاروا يعرفون نتيجة علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات، تفاصيل التفاصيل، صاروا على دراية تامة بقوانين الكون. الله عز وجل فيما يتعلق بالاستخلاف العام، استخلاف العام، كلنا كفار ومسلمين مستخلفين في الأرض، جعلنا فيها مستخلفين، وجعل الأقدر على قيادة الحياة فيها وامتلاك تفاصيلها من كان قادرا على معرفة سننها وقوانينها. فمن كان متعرفا على قوانين الجاذبية، قوانين مثلا الطبيعة، فهو أقدر على الاستفادة منها. من استطاع أن يتعمق في علم الطب كان قادرا أن يكون متميزا في هذا المجال. من كان متعرفا على قوانين الكون والفلك اللي هو الكون السماوي أيضا يكون قادر على الاستفادة. من كان متعرف على قوانين البحار فهو أقدر أيضا الاستفادة من البحار، وهكذا. فكلما استطاع الإنسان أن يتعرف على القوانين كان أيضا منتفعا بها. وهنا تأتي مسألة الانتفاع بالسنن. ونحن نتفكر الآن مثلا في الإنسان ونتفكر في التاريخ البشري، تجد أن هنالك أمة تهلك وأن هنالك أمة تحيا وتنهض. فالله عز وجل يقول لك والله هؤلاء الذين نهضوا لهم سنن وله قوانين ولهم نظم، هؤلاء الذين هلكوا لهم سنن وله قوانين ولهم نظم. فكيف تستطيع من خلال التدبر أن تستفيد من حركة النهوض وتجتنب حركة الانحطاط، لأنه أنت ما بين انحطاط وانتهاض. فهذه أيضا من ثمرات التفكر. فالأمة المتفكرة، الأمة المستصحبة، والله عز وجل ما ترك شيء. من نوح عليه السلام حكى لنا تجارب بشرية عديدة جدا، وبين لنا كيف هلكت وكيف نجت وكيف طغت وكيف تواضعت وهكذا. فالله عز وجل ما تركنا عبثا، هذه كلها ملكنا إياها وقال لنا انتفعوا بهذا الأمر. فنحن من ثمرات التفكر في آيات الله وفي الأنعم في النعم وكذلك في الآيات الكونية أننا نستطيع أن نستفيد من السنن في معرفة وتسخير الحياة. أيضا نستفيد من التفكر في التربية الذاتية. الإنسان سبحان الله التفكر يحتاج إلى شيء من الخلوة، تحتاج أن تخلو بنفسك، وإلى شيء من الصمت،
يعني الذي يكثر من الكلام قد يقل تفكره، والذي كثير الاختلاط قد يقل تفكره، لأن التفكر حالة ذهنية وجدانية تحتاج منك إلى شيء من الخلوات، الوحدة. وهذه سبحان الله يعني لو أن الإنسان وفق في أنه والله يصل إلى هذا المستوى يكون جيد جدا يعني. فالتربية الذاتية الوجدانية على مستوى الفرد، ومن خلال أيضا معرفة أحوال النفس البشرية، نقاط ضعفها نقاط قوتها، يصل الإنسان إن شاء الله إلى التربية الذاتية من خلال هذا التفكر. أيضا يورث التفكر حالة الاجتهاد في العمل، لأن نحن قلنا يبحث عن مفاسد الدنيا ومصالح الدنيا ومفاسد الآخرة ومصالح الآخرة، ويبحث عن وسائلها، ثم ينطلق بعد ذلك في العمل. وبالتالي ستجد الإنسان المتفكر أكثر اجتهادا من الذي لا يتفكر، باعتبار أن أصدق الأسماء همام وحارس. أيضا التفكر بطبيعة الحال يزيد في العلم والمعرفة، فالذين يتفكرون علمهم ليس كالذين لا يتفكرون. الشعوب المتفكرة والتي تفكر بشكل جيد هي التي تستطيع أن تصل إن شاء الله إلى مراد. فعلى كل موضوع التفكر له ثمار عديدة جدا على مستوى النفس، وعلى مستوى العلم، وعلى مستوى المجتمعات، وعلى مستوى الدول. كلما استطاعت مراكز التفكير أن تنتشر في مجتمعاتنا كلما استطعنا إن شاء الله أن نتطور ونتقدم. للأسف الشديد طبعا هنا يعني علينا أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا، مجتمعاتنا هذه القضايا لا تلتفت إليها. يعني الآن مثلا مراكز التفكير ومراكز البحوث التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني مثلا تجد أكثر من 400 مركز للتفكير. التفكير بمعنى أنه والله مراكز بحثية تنطبق فيها شروط عالمية في أنه والله فعلا تستطيع أن تقدم جديد للناس. سبحان الله تجد في عالمنا العربي لا يوجد مركز واحد تنطبق عليه الشروط العالمية. تجد مثلا في إسرائيل هذه الدويلة الصغيرة فيها مجموعة مراكز بحثية بصفة بهنا جانب عالي. فنحن على كل للأسف الشديد، لأن الوجهة العامة التي تتحرك فيها الأمة هي وجهة شعائرية أكثر منها وجهة معاشية. التفكير له علاقة بهذا الجانب. فمراكز البحوث لو تم أيضا الإنفاق عليها وركز أهل المال ورجال الأعمال في أنه والله هذه المجالات مما تنهض بالأمة، مراكز البحثية في الجامعات، مراكز البحثية العامة، هذه أيضا يجب أن يكون إن شاء الله من المجالات التي يسعى فيها الناس. بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، شاكرين لكم حسن الاستماع والمشاهدة، ولشيخنا كذلك الترحيب والحب. جملة ختام: التفكر الوسيلة الوحيدة للإنسان لمعرفة نفسه والحياة. دمتم سالمين.